السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبي، ازيكم كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر، ورب كده يسعد الجميع يا رب، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي انا هعمل ايه؟ رز بلبن. ينفع طبعا في الصيف وفي الحر وفي الشتاء. ممكن تحطيه في التلاجة هتاكليه ساقع، يا في الشتاء بتاكليه سخن. فانا دلوقتي قاعدة زهقانة، قلت ايه اعمل حاجة للعيد حلوة، فهي دي لقيتها خفيفة رحت عاملاها. فخليكم معايا عشان بردك البنات الحبايب اللي لسه مبتدئين يعرفوا انا بعمل ايه، وكل واحد ليه طريقه، جايز طريقته انا تعجبكم. دلوقتي هنا يا حبايبي انا سلقت اهو اللبن، الرز. طبعا الرز انا بسلقه بميه، اللبن غالي، اما تجيبي 2 كيلو لبن 3 كيلو لبن، اللي عندها عيله تعمل ايه يا ولاد، اللي عندها تعمل ايه يا حبايبش. فمشي حليب بكيلو لبن وربع كيلو رز هيعمل لك الكميه دي. كيلو لبن وربع كيلو رز يعمل الكميه دي اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو لبن اهو، انا حبيت اوريكم على ربع كيلو رز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اهو يا حبايبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. انا مسويه الرز قوش، تعملي ايه يا ام زياد بقى؟ طبعا السكر ده تبع ايه؟ اختياركم انتوا. السكر تبع اختياركم انتوا. في ناس بتحب السكر كتير، وفي ناس بتحب السكر قليل، وفي ناس بتحبه وسط. فهتعملي ايه يا ام زياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هو بيتعمل بسكر ابيض، بس انا ما عنديش سكر ابيض، عندي سكر ايه يعني نص نص. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر ده اختياركم انتوا حبايبي، كل واحد ومقدرته. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي بتسوي الرز مع اللبن كله مع بعض اهو. انا سلقاه الاول زي ما قلت لكم ميه عشان ما ياخدش مني لبن كتير، يبقى في نفس الوقت خير الامور وسط، خير الامور وسط. يا كيلو لبن جبتي حتى تشربي لعيالك، ممكن تعملي ايه؟ يفطروا منه، يتعشوا منه، يروحوا يجوا عليه، يبقى فرحانين بيه كده اهو. الفانيليا ما بحطهاش غير اخر خالص، الفانيليا ما بحطهاش غير اخر خالص. دلوقتي يا حبايبي انا عملت الرز اهو زي ما قلت لكم طريقه ام زياد. اللهم صل على سيدنا محمد. فبحط شويه نشا صغيرين، معلقه نشا اهو، عشان الرز ممكن ميكونش ايه، في رز بيبقى حبايته حلوه ما بتعملش نشا، وفي رز تلاقيه يعمل اكنها عجينه كده. فالرز ده طبعا الرز الجميل ده اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. بصوا بصوا يا حبايبي، دلوقتي اهو ما شاء الله اهي السمك كده اهو، عشان ولا يبقى ناشف قوي ولا طري قوي، وبيغلي قدام منكم بيستوي اهو، النشا بتستوي. فطبعا انا هعمل ايه؟ هدفع عليها واحط الفانيليا. خليكم معايا عشان اوريكم. الفانيليا ما بحطهاش الا في الاخر خالص عشان تبقى ريحته حلوه، ما بحطش الفانيليا الا الاخر خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اقلب عشان ميبقاش في حاجه ايه مره، لازم تقلبي كويس عشان ميبقاش في حاجه مره اهو يا حبايبي. وتحطي بردك كل شيء باوانه كده عشان ميبقاش كل حاجه بحدودها اهو يا حبايبي. بصوا اهو. تعملي ايه بقى يا ام زياد؟ طبعا هغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صل على النبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
وبصوا يا حبايبي، انتوا ممكن تعملوا، لو انتوا بتعملوا ممكن تعملوا نص كيلو لبن زياده بتاع 5 6 علب وفرقوهم لاصحاب نصيبهم، عشان ربنا يبارك لكم في حياتكم. 5 6 علب حتى كده يعني على قد ما تقدري، والله ربنا هيبارك لك اكتر. انت ربنا هيبارك لك اكتر. بينك وبين نفسك كده تروح عاملاهم ومطلعاهم. هتقولي من الظروف مش الظروف وعيله اولى، لا صدقيني ربنا هيرزقك من واسع من اي ناحيه. حتى لو شغل جوزك على القد هيبعتهم لك من اي ناحيه، هيبعت لك الطق 10. صدقوني يا جماعه والله. لا تقولي احنا عندنا عيال ومش عندنا عيال، ده انت بالعكس، ده ربنا هيبعت لك عشان بتراجش، عشان بتراجش. طبعا هكمل كله واجيلكم دلوقتي يا حبايبي. انا عملته وزوقت اهوت. وانت ما عندكش زبيبه او اي حاجه عادي ساده عادي، اهم شيء طعمه اهو يا حبايبي. عامله بس مزوقه حاجات خفيفه كمان اهي. كانت عندي حاجات من رمضان رحت مزوقه بيها، ما عندكش مفيش مشكله. فانا حبيت اوريكم خطوه خطوه بردك يا حبايبي. ويا ريت يا حبايبي تعملوا لي اشتراك لاول مره يشوفني ويعجبوا الفيديوهات، ويخش على القناه تحت يتفرج عليها ان شاء الله تعجبه. وطبعا اللي اول مره يشوفني يعمل الاشتراك، يدوس على الجرس. واللي ما اللي طبعا اللي عارفني يدوس بردك على ايه، على اللايك. اللايك يا حبايبي عشان القناه تكبر بكم. واشكركم جدا جدا كل اللي عاملين لي اشتراك، ربنا يبارك لهم خارج مصر وداخل مصر. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، واكبر بخاطركم زي ما انتم جابرين بخاطر. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.